اهلا بيكم لعيبه في فيديو جديد اكلمك فيه عن اهم المهارات الجديده في اللعبه بعد التحديث الكبير اللي فات، لان كونامي يا صديقي ضافت مهارات جديده تماما في اللعبه، وكمان في بعض التعديلات حصلت على المهارات القديمه برضه. فكل ده اكلمك عنه في فيديو النهارده يا صديقي، وهنشرح كل شيء بالتفصيل. ونبدا باول مهاره، ودي مهاره جديده لمنصه الموبايل. يعني المهاره دي كانت موجوده طبعا لباقي المنصات الثانيه زي البي سي والاكس بوكس والبلاي ستيشن وكل المنصات دي، ولكن على منصه الموبايل يا صديقي دي ما كانتش موجوده ابدا، وهي جديده تماما وظهرت معانا من بعد التحديث الكبير اللي فات. وانت يا صديقي ممكن تكون مش متخيل قوي المهاره دي ممكن تكون مؤثره بشكل عامل ازاي. يعني هي فعلا مهاره قويه جدا في المراوغه، وانك تعدي من لعيبه بكل سهوله حرفيا. يعني انت مش محتاج حتى انك تراوغ او تعمل مهاره صعبه علشان تعدي، لانك بتعدي الكره من بين رجليك، فبالتالي بقى بتخترق المساحات بمنتهى السهوله، وبتهرب من الضغط اللي كان معمول عليك، لان اللاعب بيكون جاي ورا منك بكل سرعته وضاغط على اساس بقى انك هتستلم الكره وتقف بيها والكلام ده. ولكن انت في لحظه بتعدي الكره من بين رجليك وبتروح تنطلق بقى يا صديقي في اتجاه المرمى. فطبعا مهاره قويه جدا، وعاوز كمان اقول لك انها من اسهل المهارات اللي ممكن تعملها. يعني هي مهاره سهله جدا. طبعا المهاره دي اسمها الاستلام المخادع. يعني انت بتخدع اللاعب اللي قدام منك كانك هتستلم الكوره، ولكن مش بتستلمها، بالعكس يا صديقي انت بتعديها وبتروح وراها كمان. والمميز جدا في المهاره دي ان اي لاعب حرفيا يقدر يعملها بدون اي مشكله. يعني انت مش محتاج لاعب مهاري قوي علشان يعملها، ولا حتى محتاج انه يكون عنده سكيل معينه او مهاره معينه علشان يعمل المهاره دي. انت ممكن تعملها باي لاعب حرفيا، حتى لو كان اللاعب ده هو حارس المرمى. انت كل اللي عليك يا صديقي انك بتباصي الكوره للاعب، وقبل ما الكوره توصل للاعب اللي هتعمل بيه المهاره طبعا، فانت بتضغط على زرار الداش وتفضل ضاغط عليه وتسحبه في الاتجاه المعاكس للاعب. يعني يا صديقي بتسحبه في الاتجاه اللي انت عاوز اللاعب يفوت فيه الكوره. يعني لو اللاعب باصص لقدام انت بتسحب زرار الداش ده لورا، ولو هو باصص لورا انت بتسحب زرار الداش ده لقدام، او لو باصص يمين تسحبه شمال، ولو باصص شمال تسحبه يمين. اعتقد كده الفكره وصلت يا صديقي. ولكن طبعا انت مش بتضغط ضغطه واحده وتسحب، انت بتفضل ضاغط على زرار الداش وبعد كده تسحب، وكل ده قبل ما الكوره توصل للاعب طبعا. يعني انت بتعمل الباص بعد كده تضغط على زرار الداش وتسحب بقى في الاتجاه اللي انت عاوز تعمل فيه المهاره. فطبعا هي مهاره سهله جدا يا صديقي، وزي ما قلت لك كده من افضل المهارات الجديده في اللعبه. ونيجي بقى نخش على المهاره اللي بعد كده، ودي كمان برده مش محتاجه اي مهاره خاصه، هو حرفيا كده اي لاعب يقدر يعمل المهاره دي يا صديقي، ايا كان هو مين، مدافع مهاجم حارس مرمى اي لاعب حرفيا، ومش محتاجين اي مهاره خاصه عنده، انت بتعملها عادي جدا. طبعا هي بالمصري هنا عندنا كده اسمها التشميسه، او انك بتعدي الكره من فوق اللاعب، ولكن بالانجليزي بقى هي تقريبا كده اسمها ريمبو فليك او حاجه زي كده. لكن بشكل عام ده شكل المهاره يا صديقي، ايا كان اسمها ايه بقى مش مهم اسمها دلوقتي، المهم انك هتعملها بعد كده بكل سهوله وهتكون محترف جدا فيها. طبعا دي بقى يا صديقي اسهل كمان من الثانيه. يعني انت دي كل اللي عليك انك بتكون ماشي باللاعب عادي جدا، ولكن طبعا شايل صباعك من على زرار الداش، واثناء ما انت ماشي باللاعب عادي كده بتقوم جاي ضاغط على الداش كذا ضغطه ورا بعض يا صديقي، بتلاقي اللاعب على طول عملها بالشكل اللي قدامك ده بكل سهوله. انت بتضغط حوالي 3 او 4 ضغطات ورا بعض كده بسرعه على زرار الداش يا صديقي بشكل سريع كده، بتلاقي اللاعب عملها بمنتهى السهوله. ولكن طبعا كل ما كان اللاعب ده عنده التحكم في الكوره اعلى كل ما كان بيعملها بشكل افضل. لكن زي ما قلت لك هي اي لاعب بيعملها عادي، لكن طبعا في لعيبه بتقلش منهم لانهم التحكم بتاع الكوره بتاعهم ضعيف، زي حراس المرمى مثلا يا صديقي او المدافعين او كده. ولكن معظم اللعيبه بقى بتاعت نص الملعب والمهاجمين والاجنحه وكل اللعيبه دي بيقدروا يعملوها بدقه عاليه جدا، وبيعدوا بيها يا صديقي من المدافعين بمنتهى السهوله كمان، وبشكل برضه احترافي جدا. يعني الخصم اللي قدامك كده بيحس ان انت محترف بقى وهترزعه 3 4 كده على طول، فيبدا يقلق شويه منك نفسيا يا صديقي، وانت ساعتها بقى تكسب المباراه بكل سهوله. ولكن طبعا ما تعملهاش عمال على بطال، يعني حاول تعملها في المواقف اللي فعلا بتستدعي انك تعملها علشان تعدي بيها وتكون مفيده بالنسبه لك، مش بس مجرد منظره او انك بتعمل مهارات في الهوا كده. وده الفرق بين واحد محترف فعلا وبين واحد تاني مبتدئ او لسه بيحاول يعمل مهارات بس لمجرد المنظره في اللعبه. ولكن طبعا لو انت لسه بتتعلمها في البدايه مش عيب انك تعملها كتير عادي لحد ما تتقنها ولحد ما تتعلمها بشكل كويس، وبعد كده انت لوحدك هتبقى عارف تستخدمها امتى وما تستخدمهاش امتى، وايه المواقف اللي هي بتكون فعلا مفيده فيها. وندخل على المهاره الثانيه بقى يا صديقي، وهي الستيب اوفر، ولكن بشكل جامد جدا. يعني الستيب اوفر مهاره من المهارات اللي كانت موجوده في اللعبه، ولكن شكلها اتعدل في اللعبه وبقت كمان بتتعمل بسهوله اكبر. يعني انت حتى لو انت مش محترف في المهارات هتقدر تعملها بمنتهى السهوله، وهي شكلها برضو بيكون حلو، يعني بتستفز الخصم بشكل كبير وبتخليه يضغط عليك اكتر. وطبعا كل ما يضغط اكتر ويتعصب اكتر انت بتلاقيه بقى بيفضلك مساحات في ظهره اكتر، طبعا تقدر تستغلها بقى وتعدي فيها وتروح تسجل كمان فيه بمنتهى السهوله. ده كله لانك عصبته يا صديقي او استفزيته فخليته ضغط عليك بمنتهى القوه. وفي الكوره كل ما تضغط اكتر بغشوميه اعلى كل ما دفاعك يتضرب اسهل وتستقبل اهداف اكتر. والمهاره دي برضو يا صديقي سهله جدا، ولكن محتاجه تركيز علشان ما تعملش مهاره تانية مختلفه. ولكن المهاره دي بقى يا صديقي محتاجه ان اللاعب يكون عنده سكيلايه معينه، وهي طبعا مهاره
مهاره مراوغه المقصات او سيزور سيفنت. طبعا على فكره برضو المهاره دي موجوده بشكل كبير عند معظم اللعيبه، فانت ما تقلقش يعني انها ممكن ما تكونش موجوده عند اللعيبه بتاعتك او كده، لان هي حوالي 80% او 90% من اللعيبه اللي في اللعبه عندهم المهاره دي، ايا كانوا بقى الظهيره او نص ملعب او لعيبه مهاجمين، ايا كان معظم اللعيبه يا صديقي عندهم مهاره مراوغه المقصات دي. ولو مش عندهم انت ممكن حتى تضيفها لهم عادي جدا، وهي سهله جدا انك تعملها، ولكن طبعا محتاج انك تشيل ايدك من على الزرار بتاع الحركه. يعني انت بتخلي اللاعب واقف ثابت، او حتى لو كان بيتحرك فانت بتشيل ايدك من على زرار الاتجاهات، يعني بتخلي اللاعب ماشي كده ببطء عادي لوحده، والافضل طبعا انه يكون واقف بشكل كامل. وبتيجي بقى على زرار الداش ده يا صديقي بتعمل شكل نص دايره كده، يعني انت بتسحب ولكن بتسحب بشكل كيرفي، كانك بتعمل دايره ولكن مش بتكملها للاخر، طبعا هي بتكون نص دايره بس، تقعد تعمل نص دايره لفوق ولتحت كده بالشكل ده. هتلاقي اللاعب بيعمل مراوغه المقصات دي، يعني انت بتسحب نص دايره حوالين زرار الداش ده من فوق لتحت ومن تحت لفوق، ولكن بشكل كيرفي. وطبعا ده بيكون على حسب اتجاه اللاعب، يعني لو اللاعب باصص يمين يبقى انت بتسحب على زرار الداش من الاتجاه اليمين، ولو اللاعب باصص شمال يبقى انت طبعا بتسحب الزرار من الاتجاه الشمال، تعمل نص دايره من الاتجاه الشمال كده. ولو باصص لفوق يبقى انت بتعمل نص دايره في زرار الداش من فوق، ولو لتحت نفس الكلام برده من تحت كده في زرار الداش، يعني على حسب اتجاه اللاعب بتعمل طبعا السحبه في زرار الداش. وزي ما قلت لك كده السحبه بتكون بشكل كيرفي مش بشكل عمودي، يعني كانك بتعمل دايره كده يا صديقي، نص دايره بالظبط. فطبعا هي مهاره سهله جدا ومستفزه جدا كمان، وانا عارف يعني في ناس كتير بتحب المهارات المستفزه دي علشان طبعا تخرج الخصم عن شعوره بشكل كبير وتخليه بقى يضغط اكتر ويقعد يكسر فيهم والكلام ده كله. فدول كده يا صديقي اهم وابرز المهارات الجديده في اللعبه، وطبعا مش محتاج افكرك واقول لك انك لو حاولت تعمل المهارات دي لقيتها مش بتتعامل معاك، فده هيكون لسبب من اتنين: يا اما انت طبعا بتعمل المهارات دي بشكل خاطئ يعني مش زي ما انا شرحت كده في الفيديو، يا اما السبب التاني بقى يا صديقي ده من اعدادات اللعبه، يعني انت عامل الاعداد بتاع الهجوم المخادع او الفينت كوماند تايب انت غالبا عامله على ايزي او سمارت، فحاول تغيره لادفانسد او متقدم طبعا، وجرب تاني اعمل المهارات دي هتلاقيها بتتعامل معاك بمنتهى السهوله. وبس كده ده يكون فيديو عن ابرز واهم المهارات الجديده بعد التحديث. ولو انت في اي مهاره تانيه بتشوفها وبتحاول تعملها لكن مش بتعرف تعملها او عاوز تتعلمها بشكل صح جدا، اكتب لي اسمها في الكومنتات او قول لي شكل المهاره دي عامل ازاي وانا هشرحها في فيديو تاني. وبس كده صديقي، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك سبسكرايب لو انت عمرك بتشوفني، وانزل اكتب لي كومنت رايق يا رايق. سلام.